اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله اصحابه اجمعين. يا صباح الفل ويا صباح الجمال ويا صباح القشطه عليكم كلكم باذن الله. هتقولي هنا بتقولي يا صباح ليه يا جماعه؟ صباح مساء حسب التوقيت اللي بتتفرجوا عليه على الفيديو. اهم حاجه تكونوا كويسين وحلوين ان شاء الله. والنهارده خلاص ليله النصف من شعبان، ايه ليله النصف من رمضان. خلاص عدى بسرعه، رمضان عدى بسرعه وخلص بسرعه قوي يا جماعه. هو شهر بيبقى جميل وبيعدي بسرعة علينا، يجي علينا وعليكم بالخير ان شاء الله تاني، يعني السنة الجاية بإذن الله يعني. معانا النهاردة أكلة سهلة وسريعة كالعادة، يعني دايما أكلاتنا سهلة وسريعة، بس الأكلة النهاردة بيسموها ايه؟ احنا عندنا بنيجي نعملها ماشيينها كده، ماشيينها عادي أو عاملين نواشف. الأكلات اللي هي الأكلات اللي هي بيسموها ايه، نواشف، حاجات زي كده يعني. فمعانا هنا شوية كده بتنجان من اللي هو بيبقى صغير كده ومكبب في نفسه كده. فقطعت القمع بتاعه من فوق وغسلته كويس، وبعد كده برش عليه شوية ملح واركنه على جنب، بسيبه ينزل كل المية بتاعته. وبعد كده بعمل التتبيلة بتاعته، بعمل اجيب هنا كام فص من الثوم، واحط عليه كام قرن فلفل حامي كده سبايسي. هو لازم البتنجان المدحرج، هو اسمه بتنجان مدحرج او البتنجان المخلل ايا كان الاسم اللي بيسموه، لازم التتبيله بتاعته تكون حاره. ما تعرفوش ليه، بس يعني بتحبوش حاره حطوا الفلفل اللي هو ايه، المكبب البارد ده. فحطيت هنا توم وفلفل حامي وفلفل بارد وكام عصره كده ايه من الليمون، يعني حطوا ليمون كتير يعني عشان تبقى ايه، مزه كده، مزه تكون محطحضه شويه. واحط هنا شويه من الملح، وكمان شويه من الكزبره وشويه من الكمون. لو تلاحظوا يا جماعه انا بقالي كام يوم ما نزلتش اي فيديوهات لان انا بجد تعبانه جدا جدا. ادعوا لي الفتره دي تعدي على خير. حتى وانا بعمل الاكل انا بعمل وانا قاعده على الكرسي والترابيزه منظر الترابيزه بشع، بس استحملوني. بس الحمد لله ان شاء الله فتره وهتعدي. انا دايما في رمضان كده بتجيلي دوخه، ما تعرفوش ايه علاقه رمضان بالدوخه. بس فحطيت هنا طماطميايه، وحطيتها بقى ايه، ضربتها بعد ما اديت الفلفل والثوم والتوابل ضربه. حطيت طماطميه وضربتها، عايزاها تبقى مضروبه كده وبتبقى فيها ميه كده عشان تبقى ايه البتنجانيه غرقانه. تعالى بقى دلوقتي نعمل مع بعض شويه ملوخيه ناشفه تحفه، ببقى نفسي اكلها فقلنا نعملها. مفيش شوربه يا ست بطه، نعمل شوربه كدابه عادي جدا. الشوربه الكدابه دي انا كنت اتعلمتها من حماتي ربنا يديها الصحه يا رب. حطيت هنا شويه ميه خليتهم غلوا، حطيت بصلايه وشويه توم وشويه مكعبين من المرقه وشويه من السبع بهارات. حماتي ما بتحطش بصل، بس انا حطيت البصل ده تركيه من عندي كده. وممكن تحطي بشر طماطميايه وتحطيها. بس وعلى ما بتغلي بسيبها تغلي شويه تروح تدي وتاخد مع بعضها كده. وبعد كده بنزل بالملوخيه الناشفه، وحطيت معلقتين صغيرين كده من التتبيله بتاعه البتنجان اللي احنا عاملينها. اديتها طعم تاني، نقلته في حته تانية خالص. وهديها بقى تقليبه كده بالمضرب بتاع البشاميل ده لحد ما احس ان القوام بتاعها مظبوط. هنا الملوخيه الخضراء بقى ما بتعملش لها طشه، شايفين لونها اخضر ازاي وقوامها مظبوط مش ساقطه معاكم، تحفه بجد. جماعة جميلة، جربوها على ضمانتي، دي ملوخية بمرقة كدابة، بشوربة كدابة يعني. بس بعد كده هنبدأ بقى نجهز في الفطار بتاعنا اللي هو العادي. هنحمر بطاطس ونعمل طعمية ونعمل تونة ونعمل كل الحاجات الجميلة دي. يعني مش حاجات مش محتاجة شرح، بس انا قلت ان ما نزلتش فيديوهات من زمان، فقلت لازم اصور لكم. ومش لازم نصور كل يوم المحمر والمشمر واللحمة والسمك والفراخ، مش كل البيوت بتمشي كده، مفيش بيوت بتمشي كده ابدا. الناس كلها يعني كل الناس بسيطة، وكل الناس بيوتها مليانة بركة وخير. مش لازم البركة والخير يبقوا بالفراخ واللحمة والسمك. بس فزي ما قلت لكم هحمر شويه بطاطس وبتنجان، وبعد كده هحشي البتنجان بالفلفل. وبعد كده اللهم صل على حبيب المصطفى هعمل الطعميه اخر حاجه عشان تبقى سخنه معايا، والملوخيه خلصت. وهنسخن شويه عيش بس كده. ما تنسوش تحطوا لي لايك وتشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس وتدعوا لي دعوه حلوه. بعد اذنكم بعد اذنكم تدعوا لامي بالشفاء، يا ربنا يشفيك يا امي شفاء لا يغادر سقما انت وكل مرضى المسلمين. وادعوا الحماية بالرحمة، هو وكل أمة المسلمين. كان عزيز على قلبي جدا جدا، ربنا يرحمه، كان له معزة في قلبي كده. يلا ربنا يرحمه يا رب ويجعله من أهل الجنة اللهم آمين، ويغفر له بإذن الله. سيبكوا بقى تعيشوا مع الفيديو شوية مع موسيقى رمضانية كده جميلة.
يلا كل سنة وانتم طيبين، وما تنسوش تحطوا لي لايك وتدعوا لي دعوة حلوة. عينك يوم عيدك أبقى أجيلك وحوي وحوي إيوحة وكمان وحوي إيوحة وحوي وحوي إيوحة وكمان وحوي إيوحة مش رمضان انتي نحفل وحوية وحوي ايوحة وكمان وحوي ايوحة